السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله كده جاي لكم فيديو جديد، فيديو ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل كيكة الذرة او بسيسة، حاجة كده زي ما يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، في منتهى الجمال. ما تنسوناش باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي، وبحبكم في الله جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا. هنخش كده مع بعض على الطريقة على طول، ومعلش كده عشان يعني كنت عايزة اوريكم المقادير، بس معلش الحتة دي اتقطعت مني في الفيديو ما اتصورتش. خلاص. ان شاء الله كده هقول لكم المقادير وهكتبها لكم في صندوق الوصف. انا حطيت في هنا في شفشق الخلاط، هضربهم في الخلاط. حطيت 500 جرام من الحليب، يعني نص كيلو من الحليب او اللبن، وكوباية وربع من السكر، وكوباية الا ربع زيت، ومعاها معلقة سمنة. خلاص، يعني نص كوباية ومعلقة سمنة كبيرة، وحبيتين من البيض. دي مقادير، هعمل صينية كبيرة، يعني هعمل نص كيلو من دقيق الذرة. وحطيت طبعا باكت من الفانيليا، وهنضربهم في الخلاط. ممكن تستخدمي المضرب اليدوي، وممكن تضربيهم بالعجان، بأي حاجة عندك هتضربيهم. ضربتهم في الخلاط كده، ونزلت كده في الطبق بتاعنا اللي هنشتغل فيه. هنا طبعا ايه معايا اول حاجه كده؟ كوبايه من الدقيق. طبعا زي ما قلت لكم انا جايبه نص كيلو دقيق ذره، يعني 500 جرام. عينت منه كوبايه، وهحط بدلها كوبايه من الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات او متعدد الاغراض زي ما بتسموه، اي نوع دقيق عندك. يعني هشيل كوبايه من دقيق الذره، احط مكانها كوبايه. دي كوباية صغيرة اللي هي 150 جرام، أنا شلت منها زي ما قلت، شلت وحطيت بدلها ايه، حطيت شلت منها دقيق ذرة، وحطيت مكانها دقيق ايه اللي هو متعدد الاستخدامات. طبعا هنخل الدقيق الذرة ده دقيق ذرة الأصفر، في أبيض وفي أصفر، بس الصراحة الأصفر في البسيسة بيبقى شكله جميل جدا، بتبقى صفرة كده ولونها ذهبي، وكمان بصراحة بتبقى يعني كأنك حاطة فيها ما شاء الله بالكتير. في ابيض وفي اصفر، هاتي الاصفر للبسيسة. لازم ننخله زي ما شفتوا كده، بيبقى فيه قشور كده كتير، وفي حاجات كتير كده، لان دقيق الذرة غير الدقيق متعدد الاستخدامات، بيبقى غيره خالص. لازم ننخله، ممكن حابة تنخليه مرتين مفيش مشكلة. وحطيت باكت كده من بيكنج باودر، حطيت كيس من بيكنج باودر عليهم، وهقلب بالشكل ده. طبعا انا عامله صينيه حجم كبير، عشان كده حطيت ما شاء الله. انا عايزاها بصراحه ممكن تعمليها بكوبايه 250 حليب اللي هي ربع كيلو، وممكن تحطي كوبايه تانية ميه لو انتي حابه. بس انا الصراحه ربنا عايزه فيها قيمه غذائيه للاطفال وكده، فدخلت فيها الحليب، حطيت فيها نص كيلو، لان انا هعمل ما شاء الله زي ما قلت لكم صينيه حجم كبير. عشان كده استخدمت ما شاء الله اللهم بارك نص كيلو من الحليب، ويعتبر حطيت نص كيلو من الدقيق الذرة كله. حطيت معلقة كبيرة كده من الخل الأبيض، وهقلب بالشكل ده كل المكونات مع بعضيها كده لحد ما تختلط كلها ببعضها. طبعا هجيب صينية، دي صينية حجم كبير زي ما قلت، دهنتها كده من مادة من الزيت. وطبعا مشغلة الفرن على الحرارة 180 من الرف اللي تحت، شغالين الفرن من تحت. وهحط كده الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو، قوامه قدام قوام ما شاء الله اللهم بارك، قوامه زي قوام الكيكه بالظبط. عايزه اقول لكم ان طريقتها سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت في منتهى الجمال وبامانه. يعني احنا بصراحه بنعشقها، يمكن اكتر من الكيكه كمان بصراحه. هبت الصينيه هبدتين كده، طلعت منها الهواء زي ما قلت، هدخلها في الفرن على حرارة 180. وعلى فكرة البسيسة غير الكيكة، ممكن تفتحها عليها عادي وتشوفيها اذا كانت استوت او ما استوتش، يعني مش بتهبط زي الكيكة خالص، دي غير الكيكة خالص. خلاص. طلعت طبعا معايا من الفرن بالشكل الجميل ده، اللهم بارك. هقطعها واوريها لكم، بصوا لونها دهبي ازاي. طبعا لو فرنك ما بيحمرش تحت وفوق، هتشغلي الشوايه، هيديك اللون اللي انت عايزاه. وتخلي بالك عليها وتبصي عليها وتشوفيها، مش بتاخد حاجه على فكره، ما بتاخدش كتير في الفرن، وبتطلع بسم الله اللهم بارك بالشكل ده. عايزه اقول لكم كانت جميله، وريحتها اجمل، وطعمها اجمل. كان فيديو بسيط وسهل، حبيت ان انا اطلع معاكم تشوفونا ونشوفكم، وبحبكم جدا جدا والله، بحبكم في الله. وطبعا ما تنسوناش باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي، وبحبكم جدا. طبعا بصوا هشه جدا، هي باينه بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه اي كلام. لونها ذهبي اصفر. كوبايه الدقيق اللي احنا حطيناها متعدد الاستخدامات او الاغراض، زي ما بتقولوا اي نوع دقيق.
حطيناها خلتها متماسكه مش بتتفرول كده خالص معاكي، يعني مش مفروله قوي، هي ناعمه ما شاء الله اللهم بارك. لان دقيق الذره بيبقى غير الدقيق اللي الدقيق العادي اللي هو دقيق القمح، بيبقى ده غيره، بتبقى حرش شويه، بيبقى بيتفتفت بسرعه. فالكوبايه دي هتعمل معاكي ربط ليها وتبقى متماسكه وهتديكي قوام جميل جدا جدا. هتلاقيها حاجه كده كيكه على بسيسه، انت مش هتعرفي يعني ما شاء الله من طعمها وجمالها، مش قادره اقول لكم. بصوا تسويه من فوق وتحت اللهم بارك. طبعا دي منة الله. كانت بتشد مني، عايزه تدوق عايزه تدوق وتوريكوا يعني. بص من جواها هشه جدا اللهم بارك، ومتماسكه زي ما قلت مش مفروله. انا عامله مقادير ما شاء الله اللهم بارك، صينيه كبيره حجم هتعملي ربع كيلو، هتضاعفي الكميه، هتحطي بيضه واحده، هتحطي كوبايه الا ربع من السكر، هتحطي كوبايه واحده حليب، هتحطي نص معلقه من السمنه، هتحطي نص مع يعني فوق الربع شويه من الزيت. وان شاء الله تطلعوا كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. وبحبكم في الله، يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع الف سلامه.